بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. أروع المعسلات. هذا القريوش يا البنات، القريوش هذا رايح يجي مورق مقرمش يذوب في اليد قبل الفم، ورايح نديروه بطريقة سهلة وسريعة وناجح من أول مرة. شوفوا البنات، هنا الصورة راهي تعبر لكم وحدها. شوفوا كيفاش راه مورق وطيب من داخل. بلا ما نطول عليكم نروحوا لطريقة التحضير. عندي هنا 4 كيسان ممسوحين تاع فرينة، طبعا غربلتها من قبل. نزيد لهم مغرفة متوسطة معمرة بومبي لافاني، مغرفة صغيرة خميرة الحلويات، ورشة تاع ملح. نخلط مليح وندير حفرة في الوسط. نزيد هنا 10 مغارف كبار زبدة ذيبة وباردة، وحوالي مغرفة كبيرة خل. عندي هنا بيضة كاملة نضربها قبل ومن بعد نحطها مع بقية المكونات. ونجمع بمصهر. هنا ما تبسوس الفرينة ما والو، يعني راح نخلطو كلش مع بعضها. شوفوا القوام تاع العجين، ما يجي يبس بزاف ما يجي جري طري برك. هنا نحاول نعجنها حوالي 2 دقائق، يعني ندخلو مكونات مليح في بعضها، ومن بعد نغلفها في البلاستيك ونخليها ترتاح على الأقل نص ساعة. نرجع لها. هنا نحاول نطرحها على شكل مستطيل. البنات المبتدئات تقدروا تقسموها على 2 لخاطر الكمية راهي كبيرة بزاف. نرش الفرينة عفوا النشا وما نكثرش من فوق ومن تحت، ونبدأ نطرح فيها. شوفوا البنات كي ترتاح العجينة راهي تطرح بكل سهولة. شوفوا السمك تاعها، ما ترقوهاش خلاص تولي شفافة، خليوها بهذا السمك. هنا الصورة راهي واضحة. ونجي نوزع عليها من فوق كمية من النشا. مشيو يديكم على العجين كامل، ومن بعد نبدأ نلف فيها بهذه الطريقة. راني نلف في نفس الوقت راني نخرج في الهواء، ما تخليوهاش مرخوفة. كي نكمل نعاود نولي ندور ونبقى ندير بنفس الطريقة. ومرة على مرة راني ندخل الحواشي من ومن هي البنات باش تجيكم الحربوش تاعكم معدول كيما راكم تشوفوا. مرة على مرة ضغطوا من وضغطوا من هي، حاولوا تدخلوا ذيك الزوائد ونكملوا حتى نيتم. من بعد نحاول نعدل هذاك الشريط من فوق، يعني نخليه قد قد. نجيب الماء وندهن هنا باش من بعد تلصق لي والحبات ما يتفتحوليش في المقله. نضمن الحاشيه راهي لازقت مليح، نقلبها من تحت ونبدا نقطع فيه او نقسم فيه. هنا البنات ميلوا الموس كيما راكم تشوفوا، وقطعوا بهذه الطريقه، مش تضغطوا ضغطه واحده، حاولوا تدخلوا وتخرجوا. شوفوا البنات وشحال جات مورقه من داخل. هنا نضغط شويه في الوسط ونبدا نطرحها بهذه الطريقه، وهنا نزيد نعكسها للجهه الاخرى. هنا الصوره راهي واضحه. شوفوا الحبه راهي تجي كبيره بسم الله ما شاء الله. الكميه هذه درت لي 27 حبه. كملوهم كامل بنفس الطريقه. نحط الزيت يسخن على نار قليله ومن بعد نبدا نطيب. كي تحطوا الحبه البنات ما تتلحوش ليها نهائي حتى تتهز للفوق. تبعوني هنا في الطيب كيفاش طيبوها بطيب لكم من داخل. شوفوا البنات هنا كي تهزت الفوق بديت نرمي عليها في الزيت. ابقاو ترميو ليها في الزيت حتى تشد روحها شوي. اقلبوها على الجهه الاخرى. انا البنات هنا راني نصور بيد ونخدم بيد، عليها جاتني شوي صعيبه، بصح راح نوضح لكم.
كي تشوفوا الحبة البنات شدت روحها، هنا نجيب فرشيطة ونبدأ نضغط هنا في الوسط، نحاول نوقف الحبة. طبعا نتوما عاونوا روحكم بالمغرفة ودخلوا لداخل وخرجوها. علاه ندير هذه الخطوة يا البنات؟ باش الزيت اللي يدخل لداخل ويزيد يورقها مليح. إذا ما قدرتوش وقفوا الحبة برك ورميوا عليها الزيت بالمغرفة على الجهة هذه، ومن بعد زيدوا قلبوها على الجهة الأخرى. ومن بعد نبقى نقلب فيها على الجهات في زوج، مرة من ومرة من تحت، حتى تطيب لي كامل وتدي لي اللون الذهبي. البنات قلت لكم النار راهي أقل من متوسطة، راهي قليلة باش تطيب لكم من داخل. إذا قويتوا للنار راح تطيب من برا ومن داخل تقعد لكم عجين. تبعوني في هذا النقاط. ها هنا بعد ما دات اللون الذهبي سقطرها من الزيت وندي نحطها في الكسكاس. وهذه هي الكمية كامل. هنا بعد ما كملتها البنات نجيب بلاطو نفرش له الورق الماصلي الزيت ونحاول نوقفها ونحطها كما راكم تشوفوا. خليوها تبات ليلة كاملة، إذا درتوها الصباح خليوها تظل حتى العشية باه تعسلوها. شوفوا البنات هنا تلقاو الزيت كامل تخلصنا منه. كي تعودوا تاكلوا في الكريوش ما تحسوش بالزيت باللي راهو مزيت. من بعد ندفي العسل غير شوي برك ونبدا نعسل فيهم. ومن بعد نحطهم في الكسكاس يزيدوا يسقطروا باش نحيو العسل الزايد. وهاهو الكريوش تاعنا واجد مقرمش مورق معسل، يذوب في اليد قبل الفم. سلام.